أهلا وسهلا فيكم بمطبخ هنوتي. اليوم رح نحضر مع بعض البيتزا بألذ وأسهل طريقة إن شاء الله. هلا أول شي رح أبلش بتحضير العجينة. أنا رح أعمل اليوم كميتين، بحتاج كاستين حليب، كاسة زيت، ظرف خميرة ما يعادل ملعقة كبيرة، ملعقة كبيرة سكر، ملح ملعقة صغيرة، وكمان أنا بضيف للعجينة القليب محلب، رح أضيف لها نص معلقة محلب، وبحتاج كمان 6 كاسات من الطحين. أول شي رح أحط السوائل، كاستين الحليب وكاسة الزيت. هلا أنا هون بس أعطيتهم تقليبتين، هلا رح أغطيهم مشان تختمر معنا الخميرة. رح أتركهم مدة 10 دقايق، بعد 10 دقايق بنرجع إن شاء الله. هلا بعد مرور مدة 10 دقايق، هلا رح نكفي باقي المكونات، رح نحط الملح والطحين والمحلب. هلا العجينة رح اتركها بمكان دافي، ممكن تحطوها بالفرن او بمكان دافي اذا حسب الجو كيف عندكم. رح اتركها مدة ساعة تقريبا تختمر. بنروح لباقي المكونات لنحضرها ان شاء الله. لتحضير صلصة البيتزا انا هون عندي بندورة خضراء مقشرتها وطحنتها على الخلاط، وكمان بحتاج بصلة حجم وسط، وحبتين من الثوم، سنتين من الثوم. الباقي الأشياء بتكون هي اختيارية. رح أحط لنا جبنة أشقوان، جبنة موزاريلا، فليفلة خضراء وحمراء، الفطر، سجق، وعنا الزيتون الأخضر والزيتون الأسود وذرة. طبعا هدول اختيارية، انتو بتحطوا مثل ما بدكم.
أتمنى إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بقناتي والضغط على اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد.